لازم تعرف إن في ناس كتير بتحاول تصحى الفجر، في اللي بيظبط المنبه على صلاة الفجر لكن بيقوم الساعة 10، وفي اللي بيصحى فعلا بس يقوم إما يطفي المنبه أو يقول هستنى دقيقة لحد ما يخلص الأذان وأقوم، والدقيقة دي بتتحول لثلاث ساعات، وبيصحى ونور الشمس في كل مكان. وفي اللي بيصحى قبل شروق الشمس بخمس دقايق ويجري يتوضى ويصلي بسرعة الصاروخ وكأنه بيجري في سباق. في شخص بقى صحي فايق ورايق وصلى الفجر بكل طاقة ونشاط. الشخص ده عمل إيه وإزاي وصل لكده؟ ده اللي هنعرف. يلا بينا. السلام عليكم. علشان تصحى لصلاة الفجر وتكون فايق وما يحصلكش زي اللي حصل لاخواتنا اللي ذكرناهم في اول الفيديو، في شوية طرق وتريكات فعالة تساعدك انك تصحى الفجر بكل نشاط وحيوية. فخلينا نبدأ على طول. واحد، النية الواضحة والدعاء. قبل ما تنام انوي بصدق انك هتصحى للفجر وادعي ربنا يعينك. النية والدعاء بيأثروا على العقل الباطن وبيخلوك اكثر استعداد انك تقوم. اتنين، نام بدري. لازم تنام بدري، ما تحاولش تسهر وتقول هاقوم عادي. ما تبقاش زي صاحبنا اللي نام قبل الفجر بساعتين ولما صحي اتفاجئ انه الساعة 10 وانه ما صحيش للفجر. ما ده طبيعي. حاول تنام قبل الفجر بأربع أو خمس ساعات. النوم الكافي بيساوي نشاط في الفجر. ثلاثة، اظبط المنبه بذكاء. خليك ذكي، ما تحطش التليفون جنبك، طبيعي هتقوم تقفله وتنام. خليه بعيد عن السرير علشان تضطر تقوم تمشي ليه فتفوق. وتركاية، خلي المنبه صوته عالي وممكن تخليه مزعج لو تحب. ده هيساعدك بشكل كبير انك تقوم او تجني انت وحظك. أربعة، قلل الأكل قبل النوم. ما تعبيش الكرش قبل ما تنام. وجبة خفيفة قبل النوم بتساعدك أصلا إنك تنام مرتاح، لكن الوجبات التقيلة بتسبب لك خمول وتخليك ما تقومش بسهولة. خمسة، قلل استخدام الهاتف قبل النوم. النور الأزرق من الموبايل بيأثر على هرمون النوم، فممكن تصاب بالأرق وتفضل تتقلب على السرير وما تنامش. وبدل ما تنام قبل الفجر بأربع ساعات ممكن تنام قبلها بساعتين، وده هيسبب انك مش هتصحى اصلا. فالافضل انك تبعد عن اي ضوء سواء من الموبايل، التابلت، اللابتوب، التلفزيون قبل النوم بساعة على الاقل. ستة، صاحب يصحيك. ممكن تتفق مع صديق انه يكلمك وقت الفجر علشان يصحيك، ودي طريقة جميلة وفعالة جدا 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 وعن تجربة. سبعة، كافئ نفسك لو قمت، عاقب نفسك لو نمت. جملة جميلة جدا ومعناها انك تربط صحيانك وانك تصحى الفجر بحاجة بتحبها وانت اللي مختارها. طيب لو نمت اعاقب نفسي ازاي؟ بسيطة، تجلد نفسك 28 جلدة لمدة 3 ايام. اضحك. انت ما بتضحكش ليه؟ يا عم اضحك. انا ما بصليش الفجر، العقاب يبقى بشكل اني هزود جزء القرآن بتاعي او الذكر بتاعي او هتصدق وهكذا. ولو خدت بالك هي مش عقاب، دي مكافأة، بس هنمشيها. 8، ثبت موعد الفجر في دماغك. لو داومت على وقت معين هتبرمج جسمك على وقت محدد بتقوم فيه. فعليا هتوصل لمرحلة انك بتقوم للفجر من غير منبه. كل الخطوات دي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هتساعدك ان شاء الله انك تقوم. لكن تعالى اقول لك بسرعة على الفضل العظيم اللي بياخده اللي بيصلي الفجر. الفضل الاول بيبدأ من بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيل معي ركعتين السنة اللي قبل صلاة الفريضة اللي هتصليهم في بيتك ولسه ما تحركتش للمسجد خير من الدنيا كلها وأي حاجة فيها. أي حاجة. فضل عظيم. شوف الفضل الثاني في الطريق للمسجد وانت رايح لسه ما وصلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والله فضل لا يوصف. الفضل الثالث، وصلت في الصلاة نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. واخد بالك في ذمة من؟ في ذمة وحمى ربنا سبحانه وتعالى. ولسه خد الفضل ده. الفضل الرابع، انت تعرف ان صلاة الفجر تشهد الملائكة. قال تعالى في القرآن: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. في تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يعني اللي بيقوم يصليها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله مش من المنافقين. وغيره وغيره.
السؤال هنا بقى، هل بعد الفضل العظيم ده كله لسه حتنام وتفوت الفجر؟ السؤال الثاني، أنا صحيت والحمد لله صليت الفجر، أنام ولا أفضل صاحي؟ وده موضوع الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واكتب لنا في التعليقات إيه أكتر طريقة بتساعدك تقوم للفجر، وسيب لنا تعليق برأيك أو موضوع حابب نتكلم فيه، وشير الفيديو على قد ما تقدر، فالدال على الخير كفاعل. ونلقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من أحاديث تهمك. سلام عليكم.